كون ولد في الثانويه بيحب الفيديو جيمز وبيقضي اغلب وقته في اللعب زي اي ولد في سنه، ولكنه كان متعصب لانه خسر ومش عارف يكسب المرحله اللي هو فيها. وفي وسط ما كان قاعد بيلعب فجاه بيلاقي بنت بتكلمه في اللعبه بتقول له ان اسمها فلورا وبتتعامل معاه بلطف وبتطلب منه يساعدها. وطبعا كون واد كحيان وبقيس ومصدق وبيحاول يوضح انه جدع وبيساعد الكل حتى في الحياه الحقيقيه. فبتقول له كويس جدا، انا اصلا عايزه مساعدتك في العالم الحقيقي، فانا كنت بدور على حد لطيف زيك ولو قررت تساعدني هديلك حاجه مهمه بالنسبه لي. بيحس اخونا كون ان طاقه القدر اتفتحت له وهيتخلص من ايام العزوبيه خلاص وهيبقى عنده حبيبه. فمن الواضح كده ان فلور بتطلب تقابله، علشان كده بيقرر يوافق فورا على عرضها وبيسالها عن مكانها وبيروح يقابلها. ولكنها ساعتها بتقول له ما تقلقش انا كده كده هشوفك بنفسي قريب. وفجاه بيتسحب كون هو الكرسي بتاعه لتحت. يا حبيبي يا كون يا ابني ما كانش يومك يا ضنايا. بينتهي بينا المشهد بعد كده لعالم تاني وبنشوف مجموعه من الفرسان بيلحقوا الاميره والحراس بتوعها وبيكونوا عايزين يرجعوها معاهم، ولكن الحارس بتاعها واللي اسمه سيليجين بيبدا يحميها علشان يكمل واجبه لاخر لحظه. اصيل يا ابني والله. فبيقرر قائد الفرسان انه يقاتله بنفسه، بس فجاه بيلاقي كون بينزل على نافوخه بالكرسي بتاعه وبيطبقه في الارض حرفيا. انت ايه اللي جابك هنا يا عم انت كمان؟ بينطلق الفرسان لمحاوله انقاذ القائد واللي اسمه فرايشاين وكان معروف باسم السيد المنحرف ونعم الاسماء والله. بيستغل سينجين الفرصه وبياخد الاميره هي والخادمه بتاعتها وبيركبوا الحصان علشان يهربوا بسرعه، بس قبل ما بيهربوا بيشد كون بالحبل وبياخدوا معاه علشان ينقذوا زي ما انقذهم. بيروحوا المنطقه فاضيه في الغابه وبيحاولوا يتعرفوا على كون اللي ظهر لهم فجاه من السماء وكان لابس هدوم غريبه بالنسبه لهم وبيسالوا عن الضوء الغريب اللي ظهر معاه. فبيوقفهم كون وبيقول لهم ما تستنوا عليا شويه يا عم انت وهي، انا اللي المفروض اسال. وبالصلاه على النبي كده مبدئيا احنا فين اصلا؟ فبيقولوا له ان هم دلوقتي في ضواحي منطقه اسمها القديسه بيريا. فبيتصدم كون وبيفقد اعصابه لان بيحس ان الاسم ده من روايه خياليه. بيشك في برنامج الكاميرا الخفيه وبيحلم، فبتروح الاميره تديله بالبوكس في وشه وبتقول له لا مش بتحلم يا مغفل. ساعتها كون بيحاول يردها الضربه ولكن سينجين بيطلع سيفه وبيوقفه فورا. بيعرفوا انه بيتعامل مع اميره بيريا ال 36 واللي اسمها اكرلايت. فبيستغرب كون ان الاميره صغيره بالشكل ده وبيقول لهم ان كان فاكر ان البنت التانيه اللي معاهم هي الاميره، لكن بيكتشف ساعتها ان البنت دي مجرد خادمه عند الاميره واسمها ماريا. فبيحاول يعرف منها اي معلومه مفيده وبيسالها اذا سمعوا عن مدينه شيمورا، ولكن طبعا يا صديقي زي ما توقعت هم ما سمعوش عنها قبل كده. في تلك الاثناء بيرجع فرايشن والفرسان للقائد بتاعهم واللي اسمه ايريك وبيبلغوه بظهور كون المفاجئ. فبيتحمس القائد وبيكون عايز يقابل كون بنفسه. بنرجع تاني عند كون اللي بيتحرك مع الاميره وحراسها وبيعرف منهم ان هم كانوا متحاصرين وهو اللي انقذهم لما وقع عليهم من السماء، وعشان كده بيشكروه. فبيسالهم كون هم ليه كانوا بيتهاجموا اصلا، فبيقولوا ان الاميره كانت رايحه للعاصمه علشان تتجوز من اللورد جو، واكيد الوحدات العسكريه دي هجمت عليهم لانهم مش عايزين يوحدوا ما بين الاميره واللورد. فبيتصدم كون لان الاميره شكلها صغير وصدمته بتزيد لما بيعرف ان هي 8 سنين بس، وبيقول لهم دي جريمه وما ينفعش بنت في سنها تتجوز اساسا. ولكن الاميره كانت موافقه وبتقول له ده ما يخصكش، تصدقي ان انت وليا حربوقه. وفجاه بيتعور كون وهو ماشي لانه انتقل للعالم ده هو حافي، وعلشان كده بيقرر يستغلهم. وبما انه انقذهم يعني بيخليهم يشتروا له جزمه وبيختار اغلى جزمه موجوده كمان بما انه مش هيدفع حاجه. بعد ما بيخلصوا بيلاحظ سينجين ان في 2 من الفرسان بيراقبوهم، ومن الواضح كده ان هم مستنيين التعزيزات. علشان كده بيتفق مع كون والباقيين ان هم يهربوا للحاره وبيستدرج الفرسان هناك وبيتخلص منهم. بياخد سيف من سيوفهم وبيديه لكون لانه ما معهوش سلاح، وبيخرجوا يقاتلوا باقي الفرسان وبيسيبوا الاميره مستخبيه، ولكن كون بيروح يستخبى معاها لانه ما بيعرفش يقاتل. بيروح سينجين ياخد الاميره وبيهربوا، وبيهرب كون وراهم لحد ما بيتحركوا للطريق اللي هيوصلهم للعاصمه وبيوصلوا لاقرب مدينه. ولكن الغريب ان هم مش بيلاقوا اي حراس عند البوابه. بيحس سينجين بالقلق ولكن كون بيقول له القلق ده مش هيفيد وبيقرر يخرج ويتاكد من الوضع بنفسه. بيقول لهم ان مفيش حاجه، فبتقرر الاميره تسمع كلامه وبتخرج وراهم لانهم مش هيفضلوا مستخبيين كده كتير. ولكن بمجرد ما بيخرجوا كون بيقول لهم بصراحه الوضع مش كويس قوي، وبيكتشفوا ساعتها ان في فارس واقف مستنيهم عند البوابات، ومش اي فارس ده ايريك رئيس الفرسان كمان. بيقول لهم ايريك ان كان مستنيهم بعد هروبهم، فبيحاول كون يحذره بيقول له ان عددهم اكبر منه، ولكن ايريك بيقول له ان العدد مش مهم طالما مع المعدات بتاعه الما. لكن كون مش بيفهم طبعا وبيحس انه بيقول له شفره. اما سينجين فبيقرر يقاتل ايريك هو وماريا وبيطلب من كون انه ياخد باله من الاميره ويحميها لو حصل اي حاجه. فبيتصدم كون وبيقول له يا عم انا عمري ما استخدمت سيف قبل كده اصلا، ولكنهم بيتجاهلوه وبينطلق سينجين للهجوم على ايريك بالسيف بتاعه، وبتقف ماريا تحمي ظهره. ايريك بيصد هجوم سينجين وبيفجر بعدها قوه غريبه من سيفه وبتخلص من سينجين وماريا. فبيتصدم كون وبيمسك سيفه بعدها وبيقرر يقاتله. وبالرغم من ان ايريك كان متحمس لقتاله ولكن بيحس بالاحباط لما بيشوف مدى ضعفه وبينطلق للهجوم عليه وبيدمر سيفه وبيهزمه بضربه واحده. بيروح يعتذر للاميره بعد كده على وقاحته ولكن بيقول لها انه مضطر ياخدها معاه. فبيقوم كون مره تانية وبيقول له انا لسه ما خلصتش على فكره، انا مش هموت غير لما اتجوز. وبالرغم من ان ايريك مش بيفهم كلامه ولكن بيعجب باصراره، وعشان كده بيقرر يتخلص منه بالضربه القاضيه. بيبدا يجمع كل قوته علشان يفعلها، فبيستغل كون الفرصه وبيروح يضربه ضربه في مكان حساس فيفقد ايريك الوعي من الالم. بياخد كون سيفه كغنيمه وبيكمل طريقه مع الاميره وحراسها، ولكن بتكون الاميره متفاجئه من قوه كون وعشان كده بتقرر تعينه فارس عندها. فبيتصدم وبيعترض فورا وبيقول لها انه مش عايز يكون خادم ليها. فبيحط سينجين سيفه على رقبته وبيهدده، ولكن كون مش بيهتم وبيبدا يتخانق معاه
واثناء ده بنشوف فلورا واقفه بتتفرج عليهم من بعيد. بيصحى إيريك تاني يوم في المستشفى وبيكتشف ان مستقبله الابوي على وشك الضياع بسبب ضربه كون. اما كون بقى فكان لسه بيتخانق مع الاميره لانه مش عايز يكون خادم عندها، ده غير انه محتاج يدور على طريقه علشان يرجع بيها للعالم بتاعه. لكن الاميره بتقول له انه ما عندوش اختيار لان ده امر ملكي ولازم يطيعه، وبتساله ماريا ازاي هيرجع للعالم بتاعه اصلا، ولكن طبعا ما كانش يعرف، وده غير انه ما يعرفش حاجه عن العالم اللي هو فيه ده كمان، وعشان كده بيقول له سينجين ان لو سابهم مش هتكون فكره كويسه. وبتقول له الاميره ان لو بقى فارس عندها ساعتها مش هيكون شايل هم الاكل والشرب كمان، ولكن كون مش بيقتنع وبيقرر يسيبهم ويمشي. وفي تلك الاثناء بيعمل إيريك اجتماع مع كل قواته علشان يبلغهم عن خطه الانتقام من كون، وسرعان ما بيتم كشف خبر هزيمته واصابته وانتشر في كل مكان. وكان كل الفرسان بيحاولوا يواسوه وبيطلبوا منه يقودهم للتخلص من كون، فبيطلب منهم يستعدوا لحد ما يرجع لهم بالتقرير، وبيروح يكلم الرئيس بتاعه بعدها، فبيبلغوا ان هم لازم يرجعوا الاميره في اقرب وقت. وعشان كده بيحسم إيريك قرار وبيقرر يروح يقبض عليها ويستعيد سيفه من كون، واللي كان بيطلق عليه اسم دي تي بالمناسبه. بتروح ماريا تتكلم مع كون وبتحاول تقنعه ان الاميره اختارته كفارس لانها حاسه انه جدير بالثقه، ده غير ان وظيفه الفارس في العالم ده من اهم وارقى الوظائف. بتاخده معاها بعدها علشان تبعت رساله عن طريق الحمام الزاجل، فبيتصدم كل ما بيشوف حجمه ومش بيفهم سبب الحجم ده كله. بيرجع بعدها بيقرر يجرب السيف اللي اخده من إيريك هو وسينجين، فبيلاحظ سينجين ان في كريستالات من معدن ألما في السيف، واللي كان معدن خارق جدا وبيتم استخدامه كمصدر للطاقه، بس حجم الكريستالات كان كبير جدا وده شيء نادر تشوفه. وعشان كده سينجين كان بيحاول يفعل قوته علشان يكتشف مدى قوه السيف الحقيقيه، وبالرغم من هجومه كان قوي لدرجه انه بيقسم الشجره نصين في ثواني، ولكن ما قدرش يفعل قوه الكريستالات بالرغم من ده. فبيحس كون ان السيف بايظ، وكالعاده زي اي حاجه بايظه بيبدا يضربه علشان يشتغل. الواد ده شكله من مصر ولكن بيكذب علينا. سينجين بيوقفه لانه هيكسره بالشكل ده، فبيقرر كون ياخد الكريستالات ويبيعها وخلاص. لكن الاميره بتوقفه وبتاخده للبرج علشان تكلمه على انفراد، وبتقول له ان العالم اللي هم فيه ده متوازن ولكن بشكل غير مستقر، ولو التوازن ده اختل شويه ساعتها هيتقسم العالم لنصين وهيتدمر، وعشان كده لازم تتجوز اللورد لانها مساله هتاثر على العالم كله، وده معناه ان هي ما ينفعش تموت مهما حصل. وعشان كده بتحاول تتوسل له يكون فارس الشخص بتاعها ويحميها، فبيتفاجئ كون وبيحاول يفهمها ان كل اللي حصل ده كان مجرد صدفه. هو وقع على فراي شاين الاول بالصدفه، وتاني مره هزم إيريك برضه لانه كان غبي مش اكتر. وفجاه وهم بيتكلموا بيظهر الغبي شخصيا او إيريك يعني، وهو راكب دبابه وبيهجم على البرج اللي كانوا فيه وبيدمره. بينشر القوات بتاعته والجنود للبحث عن المدعو دي تي او كون يعني. بيحاصروا المدينه بالكامل وبينده إيريك عليه في كل مكان علشان يخرج، فبيستخبى كون مع الاميره وحراسها لحد ما بيشوفوا هيعملوا ايه. ولكن فجاه فرانشاين بيشوفهم وبيرمي قنبله عليهم، فبيضطر كون يخرج عند إيريك علشان يتفادى الهجوم، وبيقرر إيريك انه يتعامل مع كل وحده وبيبدا يصوب عليه من خلال الدبابه. لكن بيغلط في التصويب اول مره وبيهجم على جنوده بالغلط، فبيحاول يصلح تصويبه للمره الثانيه ولكن برضه من غير اي فايده. فبيحس سينجين ان دي فرصتهم وبيطلب من كون انه يجرب يستخدم السيف ويفعل قوته، وساعتها يتخلصوا من الدبابه دي. وكان شايف انه عمل معجزتين قبل كده واكيد هيعمل الثالثه، وعشان كده بيمهد له الطريق في البدايه وخرج كون سيفه للانطلاق بعدها. فبيقول لها إيريك بكل ثقه ما تحاوليش، فمحدش هيقدر يفعل قوه الألمة غير المحاربين المختارين. بس المفاجاه ان كون بيقدر يفعلها فعلا وبيتوهج السيف في ايده، فبيتحمس وبينطلق للهجوم على إيريك. ولكن ابن العبيطه بيتكعبل في حجر وبيقع السيف من ايده وبيلاقيه اتحول لمطرقه، فبيضحك إيريك على سذاجته وبيستعد للهجوم عليه بالدبابه، ولكن كون مش بيهتم وبياخد المطرقه وبينطلق للهجوم عليه هو كمان، وبضربه واحده بيدمر الدبابه بالفعل. فبيحس إيريك ان الموضوع بقى مساله حياه او موت، وعشان كده بياخد سيفه وبينطلق للتخلص من كون، ولكن بيفقد توازنه في الطريق بسبب الضربه الحساسه اللي خدها من كون قبل كده. بيلاحظ كون اللي حصل وعشان كده بيديله نفس الضربه الحساسه للمره الثانيه، والمره دي بيضربه بالمطرقه كمان. فبينهار إيريك للمره الثانيه وبيحس الفرسان بالخطر وبيقرروا ينسحبوا لحد ما يستعدوا لمواجهه كون، لان الموضوع مش سهل وعدوه مش سهل كمان. فبيحس كون بالثقه وبيقرر يكمل الطريق مع الاميره، ولكن بشرط ان هم يساعدوه في البحث عن طريق للرجوع لعالمه. بتوافق الاميره على شرطه وبتقول انه ممكن يلاقي طريق للرجوع للعالم بتاعه في العاصمه، واثناء ده كانت فلورا بتراقبهم من بعيد وبتبعت وراهم كائن صغير كده شبه الكلب علشان يتتبعهم. بيصحى إيريك يعني تاني يوم في المستشفى وبيكتشف ساعتها ان مستقبله اتدمر تماما ونسل عيلته هيقف عنده بعد ضربه كون الثانيه دي. اما كون فكان ولا على باله وبيكمل طريق للعاصمه مع الاميره، واثناء الطريق بيقولوا له ممكن تكون جاي من قريه اوليفيديا الاسطوريه الطايره في السماء، واللي معروفه بان سكانها كان اول ناس يستخدموا الألمة. واثناء كلامهم فجاه بيشوف الحيوان اللي فلورا بعتها وراهم وبيعجبوا كلهم بيه الا كون اللي بيتضايق لما بيشوفه، ولكن طبعا الحيوان بيسيبهم كلهم وبيحاول يقرب من كون. فبيقرر كون يتجاهله، بيكون عايز يكمل الطريق ولكنهم بيحسوا بالتعاطف مع الحيوان، فبيقول لهم بانفعال ان العطف على الحيوانات البريه مش كويس والمفروض يخلوه يعتمد على نفسه، وفي الاخر قانون الغابه هياخد مجراه. لكنهم مش بيفهموا كلامه طبعا، فبيتصرف بنفسه وبيرمي حجر على الحيوان علشان يبعد عنهم، وبيكمل الطريق لحد ما بيروح يباتوا في فندق. لكن الحيوان بيروح وراهم وتحديدا لاوضه كون، وبيتصدم كل ما بيشوفه تاني يوم، والمره الثانيه بيفقد اعصابه وبيطلب من الاميره والباقيين ان هم يخرجوا الحيوان ده من اوضته ويتخلصوا منه، لكنهم كانوا رافضين. وبتقرر ماريا تهتم بيه بنفسها، ولكن كون بيعترض برضه وبيحاول يغير رايهم بكل الطرق. بيقول لهم ان بالشكل ده مهمتهم الاساسيه واللي هي حمايه الاميره هتتاثر بوجوده.
فبيرد سينجن وبيحكي له قصه عن محارب عظيم اسمه ارثر كان معروف بذكائه وقوته وكل اعدائه بيخافوا منه، وبالرغم من كده كان بيحب القطط. فبيفقد كون اعصابه بيسال علاقه ده بيهم، فبيقول له سينجن ان هم لو ما قدروش يحموا الكائن الصغير ده يبقى مش هيقدروا يحموا الاميره. لكن كون كان عارف ان ده مجرد كلام فاضي، فهو بيحب الحيوانات الاليفه وبس، وبيحاول يغير رايهم، ولكن الاميره بتقرر تحتفظ بيه بما انه الوحيد المعترض. بس كون مش بيستسلم وبيحاول يتخلص منه بكذا طريقه بعدها، سواء عن طريق الصيد او التفجير، ده حتى بيسمم له الاكل، ولكن خطته كلها بتفشل. بيحاول الفريق يعرف سبب محاولاته المستميته في التخلص منه، فبيقرر كون يعرفهم الحقيقه وبيقول لهم ان عنده حساسيه من الحيوانات الاليفه. بيقول لهم ان هو صغير شاف قطتين موجودين في الشارع وسط الامطار الغزيره وقرر ينقذهم واخدهم للبيت، واقنع والدته بصعوبه ان هي توافق يربيهم. بس للاسف حصل حاجه رهيبه بعدها، فبيتصدم الكل وبيفتكروا ان اضطر يخرجهم مره تانية او في حاجه حصلت لهم، وبيطلبوا منه يكمل بسرعه. فبيقول لهم ان بعد ما دخلتهم البيت واكلتهم وكبرتهم محدش فيهم حبني، وعشان كده من ساعتها اقسمت ان انا عمري ما اتورط مع اي حيوان مره تانية. فبيحاولوا يقنعوه يديله فرصه تانية لان الحيوان ده بيحبه بالفعل، فبيقتنع كون وبيمد ايده ناحيه الحيوان علشان يمسكه، ولكن الحيوان بيعضها. ساعتها بيفقد كون اعصابه، بيخرج السيف اللي بيتحول لمطرقه وبينطلق للهجوم على الحيوان وبيحاول يتخلص منه بكل الطرق، ولكن الحيوان بيتغلب عليه في النهايه، بيعوره في مناخيره، فبيضطر كون انه يكمل الطريق والحيوان معاهم. بس طبعا خناقاتهم مش بتخلص، وبيحاول الفريق بعدها انه يلاقوا للحيوان ده اسم، فبتقترح الاميره ان هم يقولوا له بهيمه. انا مش عارف ايه الاسم الغريب ده. بيفضلوا يتخانقوا وسينجن بيعترض وبيبداوا يتناقشوا في الاسم بتاعه. بعدها اثناء ده بيروح فرانشاين عند ايريك وبياخده علشان يوصله بالعربيه لقصر عيلته، وهناك بيقابلوا ايميليا خطيبه ايريك. فبتروح ايميليا تطمن على خطيبها بسرعه وبتشكر فرانشاين لانه انقذه، فبيتحرج وبيقول لها ان في جنود كتير انقذوه مش هو وبس. بيروح رئيس الخدم يوصل فرانشاين لاوضته بعدها، فبيساله فرانشاين اذا كان ايميليا عايشه في القصر، فبيقول له ان هي وايريك لسه ما اتجوزوش ولكنها بتيجي للقصر كل يوم. بيروح ايريك يتكلم مع ايميليا في اوضته، فبتقول له انها سمعت ان هو مجروح وعشان كده جابت مرهم الجروح الخاص بعيلتها، وبتطلب منه يوريها الجرح علشان تساعده. فبيتصدم ايريك وبيحس ان هي تتخلى عنه بمجرد ما تعرف اللي حصل له، وعشان كده بيهرب منها بسرعه وبيقرر يخرج مع فرانشاين ومش هياخدها معاه. فبتحس ايميليا بالحزن وبيحاول رئيس الخدم يتكلم مع ايريك لما بيشوفها بالشكل ده، فبيحس ايريك بالذنب وبينده عليه وبيقرر ياخدها معاهم. وبيفضل يفكر طول الطريق اذا كان المفروض يواجهها بالحقيقه ولا لا، ولكن في كل مره بيتخيل رد فعلها بيحس ان هي تتخلى عنه. بيروحوا للحديقه بعدها وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، فبتساله ايميليا يا ترى عايز يخلف كام طفل؟ لا ده انت قصدك تيجي على الجرح بقى. بيحس ايريك ان في جردل ميه ساقعه اتدلق عليه، وللمره الثانيه بيتهرب من سؤالها فورا وبيقول لها وانا اعرف منين؟ فبتقول له ايوه عندك حق، فالاطفال مش بيتولدوا بناء على الامنيات ولكن بركات من ربنا. فبيفتكر ايريك وضعه مره ثانيه وبيسيبها وبيمشي وهو مش عارف يقول لها ايه وايه الموقف اللي هم فيه ده. بتتكلم ايميليا مع فرانشاين وبتساله ازاي ايريك اتصاب، فبيقول لها حتى هم مش عارفين لانه رفض يقول لهم، ولكنه بيطمنها ان هيكون بخير وبعد ما جراحه تخف هيروح يتخلص من الدي تي. بتساله مين الدي تي ده، فبيقول لها ده الشخص اللي هزم ايريك وهزمه قبل كده برضه لما وقع عليه من السما فجاه، بس المشكله انه بيستخدم حركات غريبه وايريك ما كانش مستعد ولا حامي نفسه كويس. بعد ما بيخلصوا جولتهم بيرجعوا للقصر، وهناك بيقابلوا اتنين من قرايب ايريك من عائله داسكاس اسمهم ليمبوس وجابرييل، وكانوا جايين يطمنوا على ايريك بعد ما سمعوا عن اصابته. بتديله جابرييلا الدواء الخاص بعائلتهم، بس المره دي كان دواء شربه عشان كده قرر ايريك ياخده، فبتتصدم ايميليا لان ما خدش الدواء بتاعها. بيقرر ليمبوس يبات هو واخته في القصر علشان يعتنوا بايريك، وبيطلبوا من ايميليا تبات برضه، وبنكتشف ان هم ناويين ينفذوا خطه علشان يفسخوا الخطوبه ما بين ايريك وايميليا. كانت جابرييلا بتخطط ان هي تغوي ايريك علشان يكشفوا خيانتها لايميليا ويستغل ليمبوس الفرصه ويروح يواسيها لحد ما يخليها تفتح له قلبها، وبعد ما يتجوزها هي كمان هتتجوز ايريك، وكده يكونوا كسبانين هما الاثنين. بالفعل بتروح جابرييلا لاوضه ايريك وبتحاول تنفذ الخطه، ولكن ايريك بيطردها فورا، فبتبدا تمثل وتعلي صوتها علشان تفضحه لحد ما الكل بيتجمع على صوتها. بتقول ان ايريك اعتدى عليها، ولكن ايريك بينكر طبعا، فبيقرر ليمبوس يتحدى في معركه، ولو ايريك فاز هيثبت براءته، ولو ليمبوس فاز هيخليه يتحمل المسؤوليه ويتجوز اخته. بالفعل بيوافق ايريك على المعركه، وبيسمع فرانشاين كلام ليمبوس مع اخته بعدها، وبيعرف ان ايريك مظلوم فعلا وان دي خطه منهم مش اكتر، وبيرجع يبلغ ايريك فورا وبيطلب منه ما يوافقش على المعركه دي، ولكن ايريك بيصمم يوافق علشان يثبت براءته وينتقم منهم لانه جرح ايميليا. وتاني يوم بيروح مع فرانشاين المعركه، فبيعرفهم فرانشاين ان هو عارف خطتهم القذره، ولكن ليمبوس مش بيهتم وبيقول لايريك انه هيتجوز اخته لو خسر، بس ايريك بيرفض وبيقول له ان هو خاطب ايميليا وعشان كده بيعرض عليه انه ياخد كل ثروته لو خسر. بالفعل بيوافق ليمبوس لانه هيستفاد، وفي النهايه اخته ممكن تتجوز واحد غني غيره. بيستدعي محارب مأجور علشان يساعده في القتال، فبيتعصب فرانشاين وبيقرر يشارك في المعركه، ولكن ايريك بيمنعه. بيقرر يحارب لوحده، فبيستغل ليمبوس الفرصه وبيخرج باقي الست المحاربين اللي معاه وبيخليهم يقتلوا ايريك. وبالرغم من انها كانت معركه 1 ضد 7، الا ان ايريك بيتخلص منهم بسهوله وبيطلب من ليمبوس يقتله بعدها، فبيخرج ليمبوس وحش طائر ضخم وبيأمره يقاتل ايريك، فبينطلق الوحش للهجوم عليه وبيحاول ايريك يقتله بكل قوته، ولكن بيحس بالتعب وبيكون على وشك الخساره. بس ايميليا بتوصل في اخر لحظه وبتشجعه، فبيتفاجئ ايريك وبيكمل علشانها، ولكن الطائر ده بيستغل وجودها وبينطلق للهجوم عليها فورا، فبيستخدم ايريك كل قوته علشان يساعدها، وساعتها بيفعل قوه المه
العاصمه وبيتخلص من الطائر ده بضربه واحده. بيروح عند ليمبوس بعدها وبيهدده بالسيف، فبيحاول ليمبوس يستعطفه لانه اعزل، وبالفعل بيقرر ايريك يسيبه لانه هزمه في النهايه. ولكن بمجرد ما بيمشي بيغفله ليمبوس وبيضربه في منطقه حساسه وبيكون واثق من الفوز. لكن ايريك بيتعصب وبيضربه بالبنيه وبيسيبه وبيمشي، فبيستغرب الكل انه متاثرش، فبيقول لهم ايريك انه كان بيتدرب على قوه التحمل مش اكتر. بيوصلوا ايميليا للقصر وبعدها بيقرر ايريك انه يروح للينابيع علشان يعالج جروحه هناك. ولكن طبعا السلطات كانت متضايقه لانهم ما كانوش عارفين يقبضوا على الاميره، ولو ما قبضوش عليها قبل ما تدخل العاصمه ساعتها شغلهم هيتاثر. وكانوا مستغربين لان ايريك ده امهر فارس عندهم، ولكن رئيسهم بيقول لهم ان في شخص معاهم من محاربين الهايبرون، والمشكله انه جاي من عالم غريب، وكمان بيعرف يستخدم معدات القلمه بشكل احترافي، وكان بيتكلم على كون. فبيقترح واحد منهم ان هم يبعتوا معدات قلمه لايريك فورا علشان يقدر يقاتل، ولكن المشكله ان ايريك كان شخص نزيه، وعشان كده بيقرروا يقبضوا عليها في السر بمساعده واحد من المجرمين، وبيقرروا يطلبوا مساعده السفاح جاك اللي كان واحد من اشهر المجرمين وقتها، واللي كان بيستمتع بقتل البشر واكل لحومهم، وعشان كده بياكدوا عليه ما يجيش جنب الاميره ويجيبها لهم سليمه. بنروح بعد كده عند كون اللي كان عمال يزن على الاميره من ساعه ما قالت له انه ممكن يلاقي طريقه رجوعه للعالم بتاعه في العاصمه، وللمره الثانيه بتقول له ماريا ان ممكن يكون من اوليفيديا. فبيسالهم هم ليه ما يروحوش لاوليفيديا على طول بدل ما يروحوا للعاصمه، فبيقولوا له ان هي موجوده في السماء ومفيش طريقه للوصول ليها حاليا، وعشان كده كان المفروض يروحوا للعاصمه ومن هناك ممكن يوصلوا، وده غير ان المفروض يحمي الاميره بما انه الفارس بتاعها. اثناء الطريق بيروحوا يرتاحوا في فندق من الفنادق، وبيبدا كون يرسم خطه رجوع للعالم بتاعه، ولكنه بيتصدم لما بيعرف من سينجين ان لسه باقي شهرين على وصولهم للعاصمه، وده لو الطريق كان كويس يعني. بيسالهم اذا كان في طريقه اسرع للوصول هناك، فبيقول لهم سينجين ان رحلتهم سريه وعشان كده اختياراتهم محدوده، وبيطلب منه يستحمل شويه لان حتى الاميره مش بتوضح ده، ولكنها معتمده عليه بشكل كبير. وفجاه بتقطع ماريا كلامهم وبتقول لهم ان الاميره بتتصرف بشكل غريب، وبتطلب منه يروح يتاكد من حالتها معاهم، فبينطلق سينجين فورا علشان يطمن عليها، وبمجرد ما بيشوفها هو وماريا بيتصدموا وبياخد كون وبيمشوا فورا قبل ما يكلمها، ولكن كون ما كانش فاهم ايه المشكله وليه بيتصرفوا بالطريقه دي. فبيقولوا له هو انت ما شفتش الشيء اللي في الاميره، فبيتعصب اكتر من شغل الالغاز ده وبيقول لهم شيء ايه، فبيوطوا صوتهم وبيقولوا له ان في حاجه كده فوق راسها. فبيكتشف كون ان هم بيتكلموا عن خصله شعرها اللي كانت واقفه، وبيستغرب ان هم عاملين الموال ده كله عليها. فبتقول له ماريا ان العيله الملكيه عندهم فتره نشاط مفرطه، وفي الفتره دي بيكونوا خطر على الكل. فجاه بتقول لهم الاميره ان هي جعانه، فبتروح ماريا على المطبخ فورا علشان تحضر لها الاكل، وبالرغم من انها بتلاقي اكل يكفي الوليمه ولكنها بتقول لها ان هو مش كفايه. بيدخل عليهم صاحب الفندق ساعتها وبيتفاجئ من وجودهم في المطبخ، فبيخرج سينجين عمله ذهبيه ضخمه وبيقول له ان هم ناويين ياجروا الفندق بالكامل ويمنعوا اي حد من الدخول عندهم. بتتكلم ماريا مع كون وبتطلب منه يروح يشتري باقي المكونات مع سينجين، فبيحاول كون يجادلها ولكنه بيخاف لما بيشوفها وهي بالحده دي. بيضطر يروح من غير ولا كلمه، وفي الطريق بيتكلم سينجين مع كون وبيطلب منه ما يتكلمش مع الملكه بقله احترام وبلاش يعصبها علشان الوضع ده يعدي على خير. بيحذره لانه سمع كتير حكايات عن وضع النشاط المفرط ومدى خطورته، ولو وصلوا لمرحله 3 خصلات ساعتها دي هتكون نهايتهم. بيرجعوا للفندق بعدها وبياخدوا الاكل اللي ماريا حضرته علشان يوصلوا للاميره، فبيتصدم كون من كميه الاكل اللي اكلتها قبل وصولهم اصلا، وبيتصدم اكتر لما بيلاقيها خلصت كل الوليمه اللي جابوها لها بالفعل، وبتقول لهم ان هي لسه جعانه وكانها ما اكلتش حاجه وعايزه تاكل حاجه دسمه. فبيرجعوا يبلغوا ماريا اللي صوابعها اتخدرت من كتر الاكل اللي عملته، ولكنها بتلفهم بشاش وبتكمل تحضيره، وبيروح كون يوصل لها الاكل مع سينجين بعدها، وبيكون مصدوم ومش فاهم ايه الثقب الاسود اللي في معدتها ده. وبالرغم من كل اللي عملوه الا انها بتتضايق، وفجاه بتقف خصله تانيه من شعرها وبتطلب من سينجين يتكلم باسلوب الطف من كده وينهي كل جمله بكلمه مياو هتخلي الحارس بتاعها يقلب لها قطه الله يخرب بيتها. فبيتصدم سينجين ان حد بمكانته وهيبته هيضطر يعمل كده لانه مش هيقدر يجادلها علشان ما تتعصبش اكتر، وساعتها الخصله الثالثه هتقف وهيموتوا كلهم. وبتقول بعدها للحيوان اللي معاهم ان عصفور، وسبحان الله بيبدا يصوصو وبيقلب عصفور هو كمان من الخوف. بيرجعوا بعدها عند ماريا اللي بتتجنن من كميه الاكل اللي عملتها ولسه بتعمل كمان، فبيستغرب كون سبب خوفهم الشديد وبيحس ان هم بيبالغوا، وعشان كده بيروح يتكلم معاها بنفسه. بيقول لها انا فاهم ان انت محتاجه الاكل علشان تكبري، ولكن ما ينفعش تتعاملي مع ماريا وسينجين بالشكل ده، وبيطلب منها تاخد اطباق الاكل الفاضيه وتنزل معاهم. المفاجاه ان الاميره بتسمع كلامه وبتاخد الاطباق تنزلها وبتروح تنام بعدها، فبيحس سينجين وماريا بالرعب ويقولوا له انت بالشكل ده كنت بترمي نفسك للموت، لكنه بيقول لهم انتوا بتبالغوا مش اكتر، وبيطلب منهم يروحوا يناموا من غير قلق، وبالفعل بيقفلوا الانوار وبيستعدوا للنوم. ساعتها بيظهر جاك السفاح اللي كان بيراقبهم من بدايه اليوم، بيقرر يستغل الفرصه ويدخل يتخلص منهم، وبيروح في البدايه عند ماريا اللي كانت لسه في المطبخ بتكمل تحضير في الاكل، فبيحاول يهجم عليها من ظهرها ولكنها بتصد هجومه بسرعه وبتأمره ما يعطلهاش. بيحاول يهجم عليها مره ثانيه ولكنها بترمي على وشه شوربه سخنه وبيقع السفاح على الارض ويفضل يتلوى من الوجع، فبيخبط الترابيزه وبيقع الاكل عليه. فبتتعصب ماريا وبتقول له انت هتدمر القريه بالكامل بالشكل ده، وبتقول انا ممكن ارجعك بطن امك، فبيخاف منها السفاح لدرجه انه بيعتذر منها وبيهرب. بيقرر يروح للاميره على طول ولكن بيقابل سينجين في طريقه، فبيقرر يتخلص منه ولكن بيحس ان مفيش فرصه لهزيمته. بيقوم سينجين وبيقول له نصيحه علشانك يا ريت تمشي من هنا مياو، وبيصرخ في وشه وبيقول له يلا بسرعه مياو. فبيتعصب جاك
للمره الثانيه من الجنان اللي بيشوفه وبيحس بالرعب لما بيلاقي سنجن طالع له ودان قطه وبيهرب بسرعه. بيدخل اوضه الاميره بسرعه علشان يستخبى، ولكن اول لما بيشوفها نايمه بيقرر يستغل الفرصه ويقبض عليها. بس في نفس اللحظه بتقف الخصله الثالثه من شعر الاميره وبتتحول عيونها للون الاحمر، فبيجري جاك من الخوف بسرعه وبيدخل عند كون وبيترجى يساعده. فبياخدوا كون وبيدخلوا لاوضه الاميره ولكن مش بيلاقيها على السرير، فبيقعد يدور عليها، واثناء ده كانت الاميره مستخبيه وبتستغل الفرصه وبتهجم على جاك وبتخليه يفقد الوعي. بتحاول تهجم على كون بعدها ولكنه بيصد هجومها وبيهرب من الشباك بسرعه، وبالشكل ده بتنتهي خطه جاك بالفشل. ولكن محدش يعرف اللي حصل من ساعه اليوم ده. بنعرف انه اتجنن بعدها وبقى بيستخدم قصه وحش الثلاث خصلات علشان يخوف الاطفال بيها زي قصه ام رجل مسلوخه كده. بترجع الاميره لطبيعتها بعد كده وبيكملوا الطريق للعاصمه، واثناء الطريق بيقرروا يعدوا على المدينه اللي فيها الينابيع الساخنه واللي معروفه بمعدن الماء اللي مفيد في حاجات كتير زي الم الظهر والروماتيزم واستعاده القوه الجسديه. بيكتشف كون ان المدينه دي مليانه حاجات تانية غير الينابيع، وكانت الحاجات دي منتشره هناك بشكل كبير. وبعد جوله في المدينه بيوصلوا للمكان اللي فيه الينابيع. بيكون في جناح كامل للاميره وماريا وفي حمام خاص بيهم، فبيتحمس كون علشان يشوف الاوضه بتاعته هو وسنجن. ولكن بيتفاجئ لما بيلاقي يا دوب اوضه يناموا فيها، وبيحس ان في عنصريه، فبيقول لسنجن ان هم فرسان والمفروض يكونوا محرومين من الرفاهيه. ولكن مزاج كون بيتغير في ثواني اول لما بيدخلوا الينابيع، وساعتها بيحس بالراحه وبيفتكر العالم بتاعه، فهو كان متعود يروح الينابيع مع عيلته ويستغل الفرصه دي علشان يرتاح. لكن فجاه بيحس بحاجه غريبه في جسمه وبيقرر يخرج من الينابيع فورا، بس مجرد ما بيخرج بيشوف إيريك داخل المكان، فبيتصدم ان هو موجود في المكان ده. بيحاول يستخبى بسرعه لان لو شافه اكيد هيقرر يقتله، بس المره دي مش هيعرف يتصرف معاه لانه فاز على المرتين اللي فاتوا بالحظ اساسا. علشان كده بيروح للاوضه بتاعته هو وسنجن علشان يستخبى، ولكن بيكتشف ان الاوضه مقفوله ونسى ياخد المفتاح من سنجن. وبيوصل إيريك للمكان بتاع الاوضه، فبيستخبى كون في السقف بصعوبه. بيروح بعدها للاوضه بتاعه الاميره وبيحاول يفهمهم ان الوضع طارئ ولازم يدخل فورا، ولكنهم مش بيسمعوا اصلا وبتفشل محاولاته. وبيوصل إيريك لنفس المكان لان اوضته كانت جنبهم بالصدفه، فبيروح كون يستخبى بسرعه قبل ما يشوفه. ساعتها ما بيكونش عنده اي اختيار غير انه يرجع الينبوع ويطلب مساعده سنجن، ولكن بيكتشف ان حتى سنجن مش موجود في الينابيع، ومن الواضح كده انه استغل الفرصه وهرب علشان يروح لحانه من حانات المدينه. بيوصل إيريك للينابيع بعدها، فبيتصدم كون انه عمال يظهر في كل مكان بيروحه، وبيقرر يهرب ويروح يدور على سنجن في المدينه. بيطلب من موظفه الاستقبال تبلغ الاميره وماريا ما يخرجوش من اوضتهم تحت اي ظرف، وبيتحرك على المدينه بعدها، ولكن ما بيكونش عارف يا ترى يدور فين. المدينه مليانه بالحانات، فبيفكر في الحاجات اللي سنجن ممكن يحبها ويهرب علشانها. بيفتكر ان هو مهووس بالحيوانات الاليفه، وعشان كده بيروح يدور عليه في حانه للحيوانات، وبالفعل بيلاقيه هناك. فبيتعصب وبيقول له وبالنسبه لموضوع ان الفرسان ما عندهمش رفاهيه ده نظامه. بياخده علشان يرجعوا بعدها وبيعرفوا موضوع إيريك في الطريق، وفجاه هم بيتكلموا وبيشوفوا إيريك قصادهم، فبيهربوا لبحيره قريبه. بيكون كون هيتجنن لان إيريك بيظهر في كل مكان بيروحه، بس المشكله الاكبر من ده ان هي مجرد لمسه ميه من البحيره بدا جسمه ينور. كان بيتوهج بشكل غريب وبقى كل الناس مركزه عليه، وعشان كده بيرجعوا لاوضتهم في الينابيع علشان يفكروا في حل. لكن كون مش بيهتم وبيقرر ينام، بس المشكله انه ما كانش عارف ينام هو سنجن بسبب الضوء اللي خارج منه. ورغم ان كون بيحاول يتجاهل المشكله على امل انها تتحل تاني يوم، ولكن سنجن بيخوفه وبيقول انه ممكن يفضل بالشكل ده بقيه حياته. فبيفكر كون في المشكله اللي هيواجهها لو رجع للعالم الاصلي بتاعه بالشكل ده، وخصوصا لما يحاول يشتغل في شركه ويبرر للناس سبب توهجه، او حتى لما يحاول يتجوز او يتعالج. وعشان كده بيقرر يلاقي حل للموضوع ده، وبيرجع لميه الينابيع تاني على امل انها تسحب كل طاقته ويرجع لوضعه الطبيعي مره تانيه. بالفعل بمجرد ما بينزل التوهج بيختفي وبيرجع لوضعه الطبيعي. بس فجاه بيلاقي جنبه إيريك وبيطلب يقتله كمان علشان يسوي المساله اللي بينهم، فبيحاول كون يهديه ويفكروا ان هم جايين هنا علشان يسترخوا. بس فجاه بيبدا جسمه يتوهج مره تانيه، وساعتها بيحس إيريك انه بيخدعه لان توهج العلم ده بيدل على استعداده للقتال، وبيصمم يقتله. فبيقول له كون ان هم لو اتقتلوا في الينابيع هيدمروا المكان وهيعملوا مشاكل وخسائر كتير لصاحب الينبوع ده، غير ان اللي هيخسر فيهم هيموت، وهيضطر صاحب المكان يتخلص من جثته بنفسه، والاشاعات هتنتشر عن موت شخص في الينبوع وسمعه المكان هتتدمر. فبيقتنع إيريك بكلامه وبيتفقوا يخرجوا يلبسوا هدومهم ويكملوا قتال بره المكان، ولكن كون بيلبس قبل إيريك وبيستغل الفرصه وبيضربه على راسه بالمقشه علشان يفقد الوعي. بيروح بعدها ياخد باقي الفريق وبيمشوا من الينابيع فورا، ولكن طبعا مشكله التوهج كانت لسه موجوده، وعشان كده بيستغلها ان هي تنور له الطريق. لكن المشكله ان الانظار كانت عليهم بسبب توهجه، وعشان كده بيقرروا يلفوا جسمه كله بالشاش لان التوهج ده مش هيختفي غالبا غير قبل اسبوع. المشكله الاكبر ان حتى لفوا بالشاش بالشكل ده بيلفت الانظار برضه، وفجاه هم ماشيين في قريه من القرى بيوقفهم اتنين وبيطلبوا يشوفوا وش كون، فبيرفضوا بحجه ان هو مصف كل جسمه، ولكن اهل القريه مش بيقتنعوا بيحاصروهم لحد ما بيفكوا الشاش بنفسهم، وساعتها بيشوفوا توهج جسمه، فبيتصدموا وبيفتكروا ان هو انسان معجزه جاي من السماء علشان ينقذهم، وبيطلبوا منه ينقذهم وبيبداوا يحترموه بشكل غريب. فبيحاول سنجن يوضح سوء الفهم، ولكن كون بيستغل الفرصه وبيقول لهم ان هو معجزه فعلا، وبيقول لهم كمان ان باقي الفريق هم الخدم بتوعه وبيدي لهم اسماء مختلفه عن اسمائهم الفعليه. وبمجرد ما بيقول كده بياخدوه لجناح خاص وبيقدموا له اكل مخصوص، فبيعجب كون بالوضع وبيقرر يستمر في الكذبه شويه. بس فجاه بيلاقي عدد كبير من الناس متجمعين حوالين المبنى اللي قاعدين فيه ومستنيين يسمعوا كلمه منه وعايزين يشوفوا معجزه من معجزاته، فبيحس كون بالتوتر وبيقرر يزود توهج جسمه، ولكن
ده ما بيكونش كفايه. فجاه بيتجمع عدد كبير من الفراشات حواليه بسبب توهجه، وبيستخدم كون النور اللي خارج منه علشان يحركهم حواليه. فبينبهر الكل من اللي عمله وبيصدقوا فعلا ان هو معجزه، وبيطلبوا مساعدته في تصليح النافوره اللي مش بتخرج ميه بقالها سنين. فبياخد كون سيفه اللي بيتحول لمطرقه وبيروح يضرب النافوره فبتنفجر منها الميه، وبيزيد تصديق الناس ليه. بيحسوا انه معجزه فعلا، حتى كون شخصيا بيصدق نفسه وبيتعامل على الاساس ده. فبيضطر سينجن وباقي الفريق ان هم يجاروه، لكن الكذبه كانت بتكبر وتساؤلات الناس كانت بتزيد يوم عن التاني. ده حتى بيسالوه العالم بدا ازاي، فبيبدا كون يلف عليهم ويتكلم عن العالم وكانه لعبه من الفيديو جيمز اللي كان بيلعبها. ولكن طبعا محدش فيهم بيفهم المصطلحات الغريبه اللي بيستخدمها، فبيبدا سينجن وباقي الفريق في تحليف الكلام علشان يفهموه. والحزن حظهم ان هم وقعوا في قريه ساذجه وكانوا بيصدقوا اي حاجه بتتقال، وكان عدد اتباع كون بيزيد بشكل رهيب. بيستمر كون في التمثيل لايام وبيستغل الناس وبيبدا يجمع الاكل والذهب منهم كمان، ده غير الخادمات اللي حواليه في كل مكان طبعا. بس مع كل ده باقي الفريق كان قلقان لان بصيروا في يوم من الايام يكتشفوا حقيقته لو استمر في الوضع ده، وعشان كده بيكونوا عايزين يهربوا. ولكن كون بيصدق الكذبه وبيقول لهم ان هيمشي لما يبنوا قصر مخصوص علشانه. فبتضربوا الاميره وبتفكروا انه مش جاي العالم ده علشان كده، وفجاه بيكتشف كون ان عدد اتباعه زاد اضعاف في خلال ساعات وساعات. بيحس انه في مصيبه فعلا وبيقرر يسمع كلام الفريق وبيلفوه في الشاشه علشان يهربوا. لكن اتباعه بيقفشوه بيفتكروا ان هو رايح يكمل رحلته في مكان تاني، وبيقرروا يروحوا معاه علشان يساعدوه، وبيقولوا له ان هم بعتوا اتباعه للجنوب علشان يعملوا حرب ضدهم. ولكن كون بيامرهم يرجعوا فورا، بس المشكله انه ما بيكونش عارف يتصرف ازاي مع الاف الناس اللي مستنياه. بس فجاه بتيجي في باله فكره، بيخرج يتكلم معاهم وبيامرهم يبنوا له قصر على الجبل اللي قصاده فورا، وبالفعل بيسمعوا كلامه. والمضحك ان سينجن اللي مش مقتنع بده قرر يروح يساعد في تصميم القصر لانه مهندس معماري. وفي خلال ايام بس خلصوا بناء القصر، وبيستغل كون ان هم على الجبل وبيبدا ينفذ خطه هروبه، وبيهربوا بالمنطاد بسرعه وبيقول للناس انه هيرجع للعالم بتاعه. بالفعل بتنجح خطه الهروب، بس في مشكله ان هم كانوا بيستخدموا قوه التوهج في تحريك المنطاد، وفجاه قوه كون بتخلص في نص الطريق فبيقع المنطاد بيهم، وبالشكل ده بيرجع كل طبيعته في اكتر وقت غلط زي العاده. واثناء ده كان ايريك لسه في اجازته، وفجاه بيلاقي فلورا بتزوره وبتروح تكلمه. اما باقي فريقه فكانوا بيتدربوا وبيستعدوا لرجوعه، وفجاه بيروح فرانشاين يبلغهم ان ايريك هيرجع للفريق مره تانية في خلال ايام. فبيحسوا بالحماس وبيقول واحد منهم اسمه كيتي اخيرا هرجع بدراعه اليمين مره تانية. فبيتصدموا كلهم وبيقول له مين قالك انك دراعه اليمين اصلا، وكل واحد فيهم كان شايف ان هو دراعه اليمين الحقيقي. بيروحوا بعد كده علشان يحتفلوا بخبر رجوع ايريك، ولكن بيبداوا يتخانقوا على اتفه الاسباب، وده طبعا لان كل واحد فيهم كان لسه شايف انه دراع ايريك اليمين. وعشان كده بيقرروا يحكوا اعمالهم البطوليه على اساسها يحددوا مين الاقوى ومين هو اللي دراعه اليمين فعلا. بيبدا واحد اسمه ليون وبيحكي عن الفتره اللي انعزل فيها على جبل لتدريب جسمه على تحمل الالم، وده كله علشان يساعد ايريك، ولكنهم مش بيقتنعوا بيه. بيقولوا له انه عمل كده لانه شخص مزوخي وبيحب يعذب نفسه. اثناء جدالهم ده كان ايريك مع فلورا واللي بتاخده عند حداد شبه الحيوان اللي مع كون وفريقه، وبيعمل له سيف مخصوص بدل السيف اللي اتسرق. وبتخرج فلورا كريستالة ألمة كمان وبتحطها في السيف، وبتطلب منه ياخد باله من السيف المره دي لان من الصعب صناعه معدات الألمة. فبيقسم ايريك انه هيحافظ عليه في حياته. هو يا بنتي مش انت اللي جايبه كل العالم ده، بتديله سيف علشان يحاربوا بيه. بنرجع تاني عند فريقه اللي كانوا مستمرين في حكاياتهم الغريبه لاثبات جدارتهم وقربهم من ايريك، ولكن كل حكايه كانت اتفه من التانيه، وعشان كده بيستمروا في الخناق لحد ما فجاه بيتكلموا في موضوع شخصيه، وبيتكلم واحد اسمه جستار عن مراته اللي سابته. فبيحس فريشاين ان في خناقه هتحصل لو استمر في الكلام في الموضوع ده، وعشان كده بيحاول يغير الكلام بسرعه وبيتكلم مع ليون. لكن ليون بيفقد الوعي وبيبدا تيكي في استفزاز جستار، وبيكون على وشك القتال. فبيتدخل فرانشاين وبيحاول يوقفهم ويفكرهم بسبب وجودهم هنا، لكن الموضوع بيقلب بشكل عكسي وبيرجعوا يتخانقوا مره تانية على مين ايد ايريك اليمين. وساعتها بيفوق ليون لانه مش هيفوت خناقه زي دي طبعا. فبيحس فريشاين ان مفيش مفر من القتال، وعشان كده بيقرر يحدد القواعد بنفسه ويختار ان القتال ما بينهم يكون عن طريق الصيد. بياخدهم عند وحش ضخم وبيقول لهم اللي هيسدد الضربه القاضيه هيكون ايد ايريك اليمين، وبالفعل بيوافقوا كلهم وبيخرجوا سيوفهم علشان ينطلقوا للقتال. بيستخدم ليون اقوى ضربه عنده، ولكن بتكون مش كفايه للتخلص من الوحش، وعشان كده بيستغل جستار في الفرصه وبينطلق للهجوم على امل ونتخلص منه، ولكن في النهايه بيقطع ديله. بس بينطلق كيتي بعدها هو وفريشاين، وبيحاول كل واحد فيهم يستغل الفرصه ويقضي عليه بعد ما اتصاب، ولكن الوحش بيهرب فورا وبيظهر بداله وحش اضخم منه. بيهجم عليهم بضربه ناريه وبيصيبهم كلهم باصابات شديده. فبيقوم فريشاين بصعوبه بيقول انا مش هقدر اواجه ايريك لو مت بالشكل ده، ما انت هتبقى ميت يا عم، انت غبي. بس فجاه بيظهر ايريك عندهم وبيكون مبسوط ان هم بيتدربوا في وقت غيابه. بيقرر يكمل قتال مع الوحش بنفسه وبيبدا يفعل قوه الألمة وبيهجم على الوحش بسيفه الجديد وبيضربه ضربه واحده بس بيتخلص منه تماما. بيطمن على فريقه بعدها وبيقول لهم يلا بينا نتحرك للتخلص من الدي تي واللي هو كون يعني. بنروح عند كون اللي كان مستمر في طريقه للعاصمه مع الاميره، واثناء الطريق بيخلص الاكل منهم، وعشان كده بيقرروا يعدوا على اقرب بلد منهم علشان يجيبوا اكل. فبيحس كون بالحزن وبيقعد يتحسر على حياته القديمه وقد ايه حياته كانت جميله، وكان كائن متوحد قاعد في اوضته بيلعب فيديو جيم وبس. كان بينام براحته وبيصحى براحته من غير ما يخاف يتقتل في اي لحظه، وعمره ما نام بره البيت زي وضعه الحالي. فبيحاولوا يصبروه يفكروا انه مسافر معاهم علشان يلاقي طريقه للرجوع، وكلها شويه وصل للعاصمه، ولكن كون كان بيستمر في التفكير في حياته طول الليل وبيكون متاثر فعلا. تاني يوم بيتحرك الفريق لاقرب بلد علشان يزودوا نفسهم بالمؤن، ولكن كون كان هادي على عكس طبيعته وكان ماسك قطعه خشب بينحت
بيشحت فيها طول الطريق لحد ما بيعملها على شكل دراع تحكم في البلاي ستيشن. وبمجرد ما بيوصلوا للفندق بيدخل اوضته وبيبدا يتخيل نفسه بيلعب بجد. الواد اتجنن يا عيني، بينعزل في اوضته ولما بيحاولوا يكلموه علشان ينزل ياكل بيطلب منهم ان هم يجيبوا له فاست فود، لكنهم ما كانوش عارفين ايه الاكل ده وعشان كده بيشتروا تشكيله اكل وبيطلعوا له مره تانية. والمره دي بيلاقوا متنح في الحيطه ولما بيسالوه بيعمل ايه بيقول لهم بتفرج على التلفزيون. اسكتوا بقى عشان وصلنا للحظه المؤثره اللي ابو البطل هيموت فيها. الواد اتجنن يا جدعان، فبياخدوه على قد عقله بيخرجوا الاكل اللي اشتروه علشانه وبيقولوا له جبنا لك تشكيله من زيول السحالي المدخنه وعلى شويه ديدان كده مقرمشه هتعجبك يعني هتعجبك. فبيتعصب كون من الاكل الغريب وبيقول لهم سيبوني اكمل لعب في حالي. فبيحس الفريق ان هو مش كويس ومن الواضح كده انه حاسس بالوحده بسبب اشتياقه للعالم بتاعه، لكن المشكله انه هيتعب لو ما كلش. وعشان كده بتروح ماريا تساله مره تانية عن الاكل اللي عايزه والمره دي بتطلب منه يعرفها الطريقه والمكونات حتى. فبيقول لها على المكونات بتاعه البرجر والكولا. وبالرغم من انهم ما كانوش فاهمين ايه ده ولكنها بتروح تشتري الحاجات بالرغم من انها مكلفه وبتحضر له البرجر والكولا وفعلا بيندهوا عليها علشان ياكل. فبيتفاجئ كل ان الاكل طعمه حلو فعلا وبيطلب منها تجيب له زياده، ولكن فجاه بيدخل المطبخ بالصدفه وبيكتشف المكونات العجيبه اللي استخدمتها لدرجه انها استخدمت خفاش. فبيتصدم وبيرجع ينعزل في اوضته مره تانية وبيمثل ان هو بيلعب. فبيحاولوا يفكروا في طريقه علشان يرضوه وبيفتكروا ان هو طلب منهم المانجا او القصص المصوره يعني، ولكن طبعا ما كانش في حاجه في العالم ده زي كده. فبيحاولوا يجيبوا له اقرب حاجه للعالم بتاعه بس الواد بينبهر مجرد ما بيقرا القصه وبينعزل في اوضته اكتر. هنا بيتدخل سينجن وبيقول له كفايه تمثل انك بتلعب وتعالى العب معايا حقيقيا وبياخده للكازينو. فبيتحمس وبيفتكر ان هم يلعبوا كوتشينه، ولكن سينجن بياخده لما مر تحت الارض بيتلعب في مباراه مصارعه غير قانونيه. بيراهن سينجن على واحد من المقاتلين فبيحاول كون يراهن معاه بس سينجن بيقول له مش هيقدر. فبيستغرب ومش بيفهم السبب، بس في نفس اللحظه بيعرف الاجابه وبيكتشف ان سينجن دبسه وسجل اسمه للمشاركه في القتال. المشكله ان بيدخل لحلبه قتال رباعي كمان وبالرغم من انه تحدي رهيب ولكن كون بيستمر في الهروب من اخصامه وبيطلع على الشبكه بتاعه الحلبه. بيسيبهم يقاتلوا بعض لحد ما بيتبقى اخر واحد وبيروح يديله ضربه من ضرباته القضائيه زي اللي اداها لايريك قبل كده وبيفوز عليه. فبيتفاجئ الكل من قوته وبتبدا المراهنات تزيد عليه وبيجي ميعاد المعركه الاخيره وبيقرر الحكم انه يسمح لخصمه باستخدام المنشار. فبيتصدم كونه بيكون عايز ينسحب ويكتفي بالمركز الثاني لان بالشكل ده هيموت، ولكن فريقه بيمنعه لانهم مراهنين عليه وكده هيخسروا كل فلوسهم. بس المشكله ان خصمه كان ناوي يشرحه بالمنشار حرفيا وبيحاول يكون يهرب بصعوبه ولكن بيتم محاصرته في النهايه. فبيخرج سيفو اللي بيتحول لمطرقه وبيهجم على خصمه وبيهرب من الحصار بتاعه. فبيبدا الكل يشجعه للقضاء عليه ولكن كون مش بيهتم بكل ده وبيقرر ينسحب وينفد بجلده. بيرجع لاوضته وهو متعصب بسبب تصرفات فريقه الغريبه بس المره دي مش بيهتموا بكلامه وبيسيبوه يتجنن مع نفسه لانهم كانوا مصدومين بسبب الفلوس بتاعه الرهان اللي خسرها. وبعد ما بيهدوا كلهم بيكملوا طريقهم للعاصمه وكالعاده مش بيبطل كون صياح على قد ايه هو تعب في العالم ده. وفجاه هم ماشيين بيلاقوا ضربه من دبابه جايه ناحيتهم فبيتفادوا الهجوم ده بسرعه وبيكتشفوا ساعتها ان الهجوم ده كان مجرد كمين وفجاه بتنطلق قوه ايريك ناحيتهم. فبيتفاجئ كون ان هم عرفوا مكانهم وبيخرج المطرقه بتاعته وبينطلق لقتالهم مع سينجن. وبضربه واحده بس من كون بيتخلص من كل الفرسان فبيقرر ايريك يقتله بنفسه ويوري له قوته الجديده. فبتستغل ماريا ان هو مركز مع كون بس وبتهجم عليه بالمسدس علشان تخلص عليه ولكن ليون بيصد هجماتها بسرعه. بيهجم جستارف عليه بطلقه ناريه بعدها فبتتفاجئ ماريا وبتحس ان هم متغيرين وبيسمعوا كلام ايريك. وحتى سينجن بيحس ان اسلحتهم مختلفه فبيقول لهم فرانشين ان هم بيستخدموا اسلحه جديده من معدن الالما. بينطلق ايريك بعدها للهجوم على كون علشان ينهي المعركه ولكن كون بيصد هجومه بالمطرقه بتاعته بس فجاه بتنهار الارض من قوه هجومه. بيقع كون وماريا والاميره في النهر اللي تحته وبينط سينجن وراها علشان ينقذ الاميره. بيكتشف ايريك بعدها ان ليون وقع معاهم برضه وعشان كده بيقرر ينزل يدور عليه وبيخرج كون من النهر من غير اصابات وبيشوف سينجن جنب الاميره فبيروح يطمن عليها بسرعه. بيكتشف ان الاميره بخير لان ماريا انقذت حياتها بس ماريا ما كانتش موجوده معاهم وكان ليون بس هو اللي موجود وفقد الوعي. بنعرف ان ايريك وجنوده وصلوا لماريا قبلهم وقبضوا عليها وبيحاول ايريك يستجوبها ولكن ماريا بتمثل الغباء علشان توفر وقت لفريقها. في نفس الوقت بيقبض كون وسينجن على ليون وبيقيدوه بيحاصروه علشان يمنعوه من الهرب وبيحاولوا يستخبوا ولكن ليون بيقول لهم ان الطريقه دي مش هتفيد وبيرفض يقول لهم اي حاجه. بتروح الاميره تضربه برجلها بس المفاجاه ان ليون بيكون مستمتع بالضربه. ابن المجنونه بيستمتع بالتعذيب وعشان كده كون بيوقفها فبتتصدم الاميره وبتحس بالاشمئزاز منه. بيحاول سينجن يستجوبه بعدها علشان يعرف اكتر عن فريقه ولكن مش بيرضى يتكلم فبيقرر كون يتعامل معاه بنفسه. بيبدا يستغله ويستجوبه بالطريقه وبيساله في البدايه اذا كان اقوى واحد في المجموعه فبيقول له لا طبعا ايريك اقوى وانا بعده. فبيساله كون مين بعدهم فبيقول له جستارف ولكن المشكله انه ضعيف قصاد البنات وبيكمل كون استدراجه لحد ما بيعرف كل نقاط ضعف الفريق. وبعد ما بيفضح الفريق كله بيقول لهم انه مش هيتكلم مهما حصل. بيتناقش كون مع باقي الفريق بعدها عن خطواتهم اللي بعد كده وبتقترح الاميره ان هم يقتلوا ليون ويروحوا ينقذوا ماريا ولكن كون بيقول ان ايريك ناوي يطاردهم لحد الموت وعشان كده بيعمل خطه علشان يتخلص منهم للابد. فجاه بيروح واحد من الفرسان عند ايريك وبيبلغه ان هم لقوا ليون مقيد في شجره وفي رساله موجوده معاه. فبيقرا ايريك الرساله وبيكتشف ان هي من كون وكان بيعرفه انه مستعد لتسويه
مساله ما بينهم وبيبعت له الوقت والمكان اللي هيتقابلوا فيه. فبيقرر إيريك انه يطلق سراح ماريا زي ما اطلق سراح ليون، وبترجع ماريا عند كون والباقيين، وساعتها بيتاكد كون ان خطته نجحت وبيبدا يجهز القلعه اللي هيقتلوا فيها علشان يكمل بقيه الخطه. بعد شويه بيوصل إيريك وباقي جنوده في الميعاد اللي حددوه، وبيدخلوا للقلعه وبيروحوا لاول اوضه بتقابلهم، بيلاقوا آلة تعذيب وبيكون واضح للكل ان هي مجرد فخ، لكن ليون عينيه بتلمع وبيقرر يروح يجربها بنفسه، بس في النهايه بيتصاب زي ما هو متوقع يعني. فبياخدوه بيكملوا باقي الطريق، وفجاه بيلاقوا مجله عليها صور بنات موجوده على الارض، فبيتاكدوا كلهم ان هي فخ تاني، لكن جستار في عينه بتلمع المره دي وبيقرر يتاكد بنفسه، بيروح ياخد المجله وبيبعد بسرعه وكانه قال يعني ذكي ومش هيقع في الفخ، بس فجاه بيلاقي قطعه حديد نازله على راسه. بيستمر الوضع بالشكل ده وكل واحد فيهم بيقع في الفخ اللي كان محضره ليه حسب نقاط ضعفهم اللي عارفها من لوين طبعا. وعشان كده إيريك بيتعصب وبيامرهم ما يلمسوش اي حاجه ويدخلوا الاوضه الرئيسيه في القلعه، وبمجرد ما بيوصلوا بيتكلم كون معاهم بالميكروفون وبيستفزهم بالكلام، وفجاه بيقع عليهم شحم من فتحه في السقف وعشان كده بيتعصبوا اكتر. بعدها بيفتح الحفره اللي تحتهم وبيوقعهم في ممر مختلف، فبيفقد إيريك اعصابه وبيامره يظهر ويبطل اللعب اللي بيعمله ده. بالفعل بيظهر كون قصادهم اللي بيستخدم العابه مره تانية وبيقول لهم انه مش ضامن اللي هيحصل لهم لو قربوا منه، فالمكان مليان بالافخاخ وما حدش ضامن، يمكن المكان يتفجر لو اتحركوا. فبيحسوا بالتوتر لانهم مش متاكدين اذا بيخدعهم ولا بيتكلم بجد، ولكن إيريك بيقرر ما يقعش في خدعته مرتين وبيفعل قوه القلمه، بيهجم عليه من غير ما يتحرك حتى، فبينهار المكان من حواليه هو والاميره، وبالشكل ده بيتخلص منه وبيرد شويه من كرامته. ولكن جستارف بيحس ان اكيد حد في قوه كون ما ماتش بالسهوله دي، وعشان كده بيقرر يراقب سينجين وماريا علشان يثبت نظريته. بيبدا يتتبعهم وبيروح وراهم للمدينه اللي بعد كده وبيراقبهم في الفندق وبيعمل تقرير عن كل حاجه بيعملوها، وكانت كيتي معاهم علشان تراقبه لانها كانت شاكه انه بيتحجج علشان يستمتع في المدينه، بس في نفس الوقت كانت بتساعده في المراقبه. وفجاه بيلاحظ ان سينجين وماريا خارجين من الفندق، فبيشكوا ان هم رايحين يقابلوا كون والاميره، وعشان كده بيتحركوا وراهم. وبيقرر كيتي انه يتتبع ماريا وبيروح جستارف ورا سينجين، وفي البدايه بيروح سينجين لكافيه في نص المدينه، فبيحس جستارف ان شكوكه في محلها وانه اكيد هيقابل كون جوه. بالفعل بيلاقي جاي يقابل حد، ولكن كان مجرد راجل عجوز، بس الغريب ان سينجين بيديله فلوس ورساله وبيسيبه بعدها وبيمشي. فبيقرر جستارف يتتبع الراجل الغريب ده وبيروح وراه لحد ما بيوصل لمكان مليان بالضباب. بيحس بالقلق ولكن بيقرر يكمل لحد ما فجاه بيلاقي نفسه عند المقابر والراجل ده بيختفي. بيقابل كيتي وبيعرفه اللي حصل وبيساله عن ماريا، فبيقولوا ان هي كانت بتتسوق وما حصلش اي حاجه تانية مريبه، لكن بيقرروا يكملوا مراقبتهم وبيستمروا بالشكل ده من غير ما يلاحظوا اي حاجه. فبيخرج جستارف يدور على الراجل العجوز مره تانية وبيسال الناس عنه في المدينه ولكن مش بيلاقيه، فبيروح للحانه وبيرجع بعدها عند كيتي وبيكمل مراقبه، بس ما فيش اي حاجه بتحصل لحد ما فجاه بتخرج ماريا بالليل وبتروح للحانه، فبيروح جستارف وراها وبيراقبها من بعيد، بس ما فيش اي حاجه غريبه بتحصل برضه. علشان كده بيروح يتكلم معاها ويحاول يعرف خطتها، فبتقوله ان ما فيش خطه ولا دافع لقتالهم لانهم فشلوا في مهمتهم وما قدروش ينقذوا صديقتهم ولا يحموا الاميره، وما فيش داعي من مراقبتهم من الاخر. وبعدها بتقوم وبتقرر ترجع للفندق وبتخليه يدفع الحساب، بس قبل ما بتمشي بتديله بنيه بتطبله وشه وبتقوله دي اقل حاجه بعد اللي انتوا عملتوه. وبالرغم من ان جستارف بيتفاجئ من ضربتها ولكنه بيحس ان كلامها حقيقي، وده معناه ان مفيش داعي في تضييع الوقت في مراقبتهم، وعشان كده بيرجع عند كيتي وبيبدا يلم حاجتهم علشان يرجعوا لإيريك وباقي الفريق. بس فجاه بياخد باله ان ماريا قالت له ان مفيش داعي لمراقبتهم وكانت بتتكلم بصيغه الجمع، وده معناه ان هم عارفين انه مش لوحده ولاحظوا ان هم بيراقبوهم، وعشان كده بيرجعوا يدوروا عليهم بسرعه ولكن بيلاقوهم مشيوا من الفندق. بيحس جستارف ان هم هيقابلوا العجوز وعشان كده بيتحركوا على المقابر فورا، وبالفعل بيلاقوهم هناك ولكن بيشوفوهم بيدفنوا جثه كون والاميره وكانوا بيودعوهم لاخر مره، وساعتها بيتاكدوا ان شكوكهم ما كانتش حقيقيه وبيستغلوا موت كون بشكل رسمي وبيوقفوا مراقبتهم. اما سينجين وماريا فبيمشوا من المدينه بعدها وبيتحركوا علشان يكملوا طريقهم للعاصمه، وفي الطريق بيقابلوا كون والاميره اللي كانوا لسه عايشين. بيتحركوا كلهم للمدينه اللي بعد كده وبنكتشف ان كل اللي حصل ده كان من ضمن خطه كون. فمن حسن الحظ ان كون كان حافظ كل اوض القلعه اللي حصل فيها القتال واستغل المرايات اللي هناك وخدع إيريك وخلاه يهجم على انعكاسه في المرايه، وطلب من سينجين وماريا يعملوا المسلسل اللي حصل ده علشان يقنعوهم بموتهم، وفي النهايه خطته نجحت وكان فخور بنفسه. بس فجاه وهم بيحتفلوا بنجاحهم بيحس كون بوجع شديد في معدته، فبيرجعوا للفندق علشان يرتاح. بيخبط في بنت غريبه في الطريق فبيعتذر لها وبيعرفها انه ما خدش باله بسبب التعب، ولكن البنت ما كانتش مهتمه بكل ده، فمجرد ما بتشوفه بتحس ان هي قابلت حب حياتها وفارس احلامها. بتبدا تتخيل حياتهم مع بعض، بس الموضوع بيأفور منها لدرجه ان هي بتعيش اجواء دراميه لما بتلاقيه تعبان وبتحس ان القدر بيفرقهم عن بعض، بس بتقرر ما تستسلمش وتنقذه بنفسها. بتروح ورا الفندق وبتبدا تراقبه لحد ما بتلاقيه فجاه بيخرج وبيروح للدكتور لانه كان تعبان جدا، فبتزيد تخيلاتها لما بتشوفه وبتفتكر انه بيضحي بحياته، فبيزيد اصرارها على انقاذه. فجاه بتوقفه قبل ما يدخل لعياده الدكتور وبتبدا تضربه لحد ما بتديله علقه موت وبتقوله ان المفروض يتمسك بحياته، وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط بعدها. فبيرجع كون للفندق بصعوبه وهو متهان وبيقول لهم ان في بنت هجمت عليه من غير اي سبب. مش بيصدقوه بيقولوا انه اكيد عمل لها حاجه تضايقها، بس بتقرر ماريا تروح معاه للدكتور احتياطي المره دي لان حالته كانت بتسوء اكتر واكتر. اثناء ده كانت البنت لسه بتراقبه وبتبني احلامها معاه، بس فجاه بتتصدم لما بتشوف ماريا وبتفتكر ان هي بتحاول تقرب من كون، فبتتعصب وبتقرر تتخلص منه لانه استغلها
وفجاه بتمسك سيفها وبتهجم عليه، ولحسن الحظ ان كون بيتفادى هجومها في اخر لحظه، فبتحاول تضربه مره تانية ولكنها بتتكعبل وبتكون هتقع، فبيمسكها كون بسرعه برغم كل اللي عملته، ولكنها بتسيبه وبتهرب بسرعه، وبيروح كل الدكتور اخيرا وبيعرف ان عنده تسمم ولازم يرتاح، فبيرجع للفندق مع ماريا بعدها، ولكن البنت كانت مستمره في مراقبته، كانت مستمره في سيناريوهاتها وتخيلاتها الغريبه، والمره دي بتفتكر انه بيتصرف بالشكل ده لانه خايف تكون مش بتحبه، فبتتاثر وبتصرخ وبتقول ان هي ما كانتش تعرف مشاعره الحقيقيه، ولكن كون مش بياخد باله منها اصلا، فبتفتكر انه عنيد وبتروح تهجم عليه للمره الثالثه، بتمسكه بسلسله من رجله وبتسحله، فبيحس كون ان دي نهايته، ومن الواضح انه مش مكتوب له يرجع للعالم بتاعه، لكن بيقرر ما يستسلمش لانه هيتفضح وكل الناس هتعرف اهتماماته الغريبه لما يشوف الكمبيوتر بتاعه لو مات، وعشان كده بيوقفها وبيقول لها انه لازم يعمل حاجه ضروريه، فبتفتكر انه هيعترف بحبه وبتلف ظهرها، قال يعني كانت مكسوفه وكده، فبيستغل كل الفرصه وبيفك السلسله من رجله وبيهرب بسرعه، ولكن بتكتشف في النهايه وبترمي خنجر على رجله بتوقعه على الارض من تاني، بتروح تمسكه وتهدده علشان يعترف بسرعه ويخلصها، بس الواد يا عيني مش بيفهم كلامها وبيسالها يعترف بايه بالظبط، فبتضربه في بطنه وبتقرر تقتله، وطبعا كون مش بيكون عنده اختيار وبيضطر يجاريها، بيحاربها وبيروحوا المكان فاضي وبتمسك سيفها وبتهجم عليه وبتقول له انت بتحاول تنكر الايام اللي عشناها وبتتظاهر كانها ما حصلتش، فبيقول لها ايام ايه ده، انا لسه شايفك من 5 دقايق، فبتتعصب اكتر وبتقول له انها لو هزمته مش هيكون عنده اختيار غير انه يعترف بحبه، البت دي مجنونه رسمي يا جدعان، بتستمر في الهجوم عليه بكل قوتها لحد ما بتدشمله، فبيحاول كون يتوسل لها ويستسلم، فبتفتكر انه بيستسلم علشان ما يعترفش بمشاعره، وبتقول له ان هو انسان حقير وانه لازم يعيش حياته كلها يفكر في ذنبه، وبتسيبه وبتمشي، بيقرر كون انه هيمشي من المدينه المرعبه دي بسرعه رغم انه كان متدشمل ومحتاج يرتاح، ولكنه كان خايف تهجم عليه مره تانية، فيا ترى كون هيقدر يرجع للعالم بتاعه، وايه حكايه البت بنت المجنونه دي، وفلورا اللي لسه ما شفناهاش من اول القصه بتتكلم مع بطلنا مع ان هي اللي استدعته للعالم ده، كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جايه، فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناه وتصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبس كده يا صديقي، اشوفكم الفيديو الجاي، يا رب تخشوا الجنه وسلام.